عايزه اقول النهارده معانا ضيفنا شاعر الكبير راضي علي الطهطاوي من سوهاج. اهلا بحضرتك يا استاذ راضي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. استاذ راضي، كده ناخد فكره كده سريعه، يعني بدايتك مع الشعر كانت ازاي؟ اتفضل. بدات الشعر في مرحله الاعداديه، وبدات يعني الموهبه تتنمى اكثر في المرحله الثانويه. بعد كده بدات يعني اتواصل مع وسائل الاعلام سواء المقروءه او المسموعه او المرئيه، الى ان وصلت لمرحله عضو نادي الادب طحطا ولي دواويني وكتبي واعمالي الادبيه. جميل. هنبدا بايه بقى؟ هنبدا بقصيده لمصر اسمها زهرة الدنيا. بلادي زهرة الدنيا وشط الحب والمينا، هنا نيل هنا شمس وأهرام بوادينا، وأعلام لنا ترقى تحيات لماضينا، رسمنا المجد عنوانا إذا مدت أيادينا، بلادي نبض وجداني وحضن للمحبين، بلادي يا هوى عشقي عزفنا الشوق تلحينا، بلادي دق أجراس وتكبير لهادينا، ونفديها بأرواح وفورا إذ تنادينا، وكان الكون في جهل كتبنا الصاد والسينا، على جدران عمدان زرعناها بساتينا، فمصر الحاضر الماضي وكم خابت أعادينا، وأسوان بتاريخ ونبع الخير من سينا، وشعب النيل مضياف هنيئا يوم تأتينا، وكم شعت ضحى نور وكم طابت أراضينا، منارات هنا تشدو بألحان أغانينا، ونحن الشعب إذ يمضي فمن يأبى يحيينا، ورب الكون يرعانا بكأس الأمن يروينا، بلادي زهرة الدنيا وشط الحب والمينا. جميل. استاذ راضي، امتى بقى يعني بدات الشعر؟ قلت لي من زمان. عايز اعرف بقى الانواع الشعر، هل في نوع معين من الشعر ولا انواع مختلفه؟ انا حضرتك اكتب كل انواع الشعر، اكتب الشعر الفصحى، واكتب العاميه، واكتب الشعر الغنائي، واكتب فن الواو، ولي كتابات اخرى في فرانكو عرب. يعني الصعيد دايما بيحبوا فن الواو والمربعات. ايوه طبعا، يعني الصعيد وهو فن الواو ظهر اساسا في الصعيد، والصعيد يميل الى فن الواو اكثر، لانه فن الواو بيحافظ على التراث الصعيدي وكان منشأه في الصعيد. انا فاكره ان فن الواو ده اللي هو ارتجالي شويه، ولا ايه؟ لا، فن الواو ده فن شعر له أصول وأساسياته وعلومه وقواعده. هو يتكون من بيتين، البيتين يتكون من 4 شطرات، الشطرة الأولى والثالثة فيهم كلمة مشتركة فيها جناس تام، يعني نفس الكلمة بمعنيين مختلفين، والكلمة الأخيرة من الشطر الثاني تتساوى مع الكلمة الأخيرة من الشطر الرابع في نفس الحروف مع اختلاف المعنى. طبعا مش يعني عايزة عملي يعني عملي، يعني عايزة عملي يعني حضرتك لما نقول يا تلج مهما تجمد تسيح، وأصلك يا شجر حبة، محمد وأخوه المسيح رسالتهم الله محبة. ففي الشطرة الأولى كلمة تجمد تسيح، كلمة تسيح جاية مع كلمة محمد وأخوه المسيح، فتسيح والمسيح فيهم جناس. وبعد كده يا تلج مهما تجمد تسيح، وأصلك يا شجر حبة، محمد وأخوه المسيح رسالتهم الله محبة. فكلمة حبة ومحبة فيهم جناس تام، ده نوع فن الواو. ايه المربعات بقى؟ ما هو ده المربع ده مربع كده؟ ده مربع، ده اسمه مربع فن الواو، من بيتين وتقسم 4 شطرات. ده برضو بتحب تكتبه؟ بكتبه، وليا فيه دواوين، وليا فيه يعني عشرات اللقاءات التلفزيونية بخصوص هذا الموضوع يعني. بيبقى صعب شوية ولا ايه؟ هو الشعر يعني الشعر من كلما يتمكن من كتاباته ما بيجدش فيه صعوبة، يعني لأنه استمتع الشعر بكتابة ما يكتب. فالصعوبة يعني الصعوبة لا، ده هي متعة. ايه الحاجة المواضيع اللي بتجذبك بتحب تكتب فيها؟ هو أولا بقدر ما أنا أتأثر بمشاعري الخاصة وينعكس على أوراقي، ده هو بيكون أصدق يعني. وبعد كده يأتي الموضوعات اللي أنا عايز أكتب فيها، بجمع عنها المعلومات، وتكون لدي هواية ان انا عايز اخرج ده في شكل شعري، يعني انا استمتع به وغيري يستمتع به. وغالبا كل التجارب الذاتية للشاعر هي مصدر الهام لي، يعني هي مصدر طاقة.
تديله لكي يخرج ما بداخله على أوراقه. طيب نسمع حاجة تانية. نسمع قصيدة ثانية اسمها أنت يا ولدي. أنت يا ولدي ضنايا وسندي، ريحتي ونفسي وزهر ورودي، خط بياني في رسم وجودي، زينت في عيلتي جلعي وضلعي ونصبة عودي، لما معايا الحيل يتهد. انت النسمة في زمة حري، بسمة بريئة في شطي وبري، ايوه يا شبهي واسمي وصورتي، انت الثمرة الطالعة في بورتي، حضن فاضلي ضحكة ضلي، لو احزاني في يوم تتشد، عارف لما بتبكي يا ابني كل هموم الدنيا تصيبني، موجة تاخدني وموجة تجيبني ودمع العين بيملى الخد. انت يا ولدي بصمة ذاتي بعد مماتي، حبل الذكرى وسر جناتي، كنز حصادي وجمع نتاجي، انت الهالة في در التاجي، ايدي دراعي الفرع بتاعي، لما بيدبل بيك يتمد، ايوه بقيسك شبر وكفة، امتى هتبقى عريس في الزفة، ده انت فصيلة دمك مني، انت كمالة عمري وسني، برعم حلمي وفرخ العش، ضحك الوش وبكرة الطارح المتفتح بربع غد، انت الشمعة في عتمة ليلي، انت الكتف في رفعة شيلي، انت عصايتي في سندة ميلي، صوتك ونسي في كل سكوني، مهما يا ظلمة شديدة تكوني، ابن حبيبي شمس الدنيا وضي عيوني، لما طريق الشوف يتسد، لما العمر بيبقى جفاف، انت يا ابني هتصبح نهري، لما بعوز للبرد الحاف، انت دفايا وسندي وظهري، مهما الناس مشغولة بحالها ولا الدنيا تشد رحالها، ابني ما عمري يسيبني لحد، نفسي اسيب الدنيا عمار، ايوه عشانك، طعم اللقمة في بق مرار، لو طيف شانك، عايز تعرف يا ابني غلاوتك، اصبر لما هتصبح اب، من غير ابن الدنيا يا ناس ازاي تتحب، بص يا ابني في كل ملامحك، نبضك ضغطك سكر ملحك، ريح يقول لك اني غلاوتك فاقت كل حدود العد. الله حلو قوي. دي قصيدة حضرتك عامية من ألوان الشعر العامي الاجتماعي. بتميل أكتر للغة العربية الفصحى ولا أكتر للعامية؟ يعني ما أقدرش، هو أكثر يعني إنتاجي عامي، بس أنا حقيقة يعني تجذبني وتستهواني أكثر اللغة العربية الفصحى، لأن هي اللغة الفصحى تسافر عبر العالم، أما اللغة العامية لغة يعني محدودية المكان، نظرا لأن فيها مفردات تتصل بالبيئة وقد تفهم في مكان ولا تفهم في مكان آخر. اتأثرت بمين بقى من الشعراء؟ كل من قرأت له وكل من سمعت له أنا تأثرت به، لأنه الشعراء دول بستان، وكل واحد فيه يعني لون ورائحة وشكل يختلف عن الآخر، وكلنا بنكمل بعض، فطبعا ده قد أكون أخذت منه مثلا الصورة البلاغية، ده أكون أخذت منه على سبيل المثال في الشعر العامي الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ما لا ينكر يعني أبدا دوره في حياتنا وفي حياة معظم جيل يعني. أيضا الأستاذ فاروق جويدة في الشعر الفصحى والعمودي، وأكم وأكم وأكم. تمام. في شعر ليك اتغنى؟ ليا شعر غنائي كتير وقنوات كتيرة يعني بتذيع أغانية وأغاني وطنية جدا. في الأستاذ شيري حمدان كانت واخدة أغنية في عيد الربيع، الأستاذ محمود كاسب مغني أغنية اسمها الله الله يا بلادي، الأستاذ أحمد أبو ضيف أخيرا بيغني أغنية اسمها الغربة، برضو في أغنية بصدد يعني إنتاج يعني جهة مهمة في الدولة يعني للتلفزيون المصري. حلو قوي. ركز على التلفزيون المصري. طبعا انا اهم حاجه بالنسبه للتلفزيون، كل يعني برامجي بعتز بيها وبالاذاعه المصريه. الاغنيه دي ممكن يعني اذا قول لنا يلا سمعنا. هي بتقول انت احمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه، كلنا راكبين سفينه وحلمنا بصينا عليه، لما واحد يبكي فينا كلنا بنمسح عينيه، انت احمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه، مش بيفرق عندي رسمك ولا شكلك اي لون، مش بيفرق عندي اسمك ولا دينك ايه يكون، انت احمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه، كلنا من جنس ادم اصلنا صلصال وطين، انت مصري زيك نبقى ليه متفرجين، انت احمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه، كنت غربي او جنوبي او صعيدي سيناوي نوبي، خير بلدنا دي علينا نفس توبك هو توبي، انت احمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه، اسألوا نقش الزمان واللي ناسي يفكروه، ده الوطن حضن الأمان، ليه ناس بتعكروه، انت أحمد ولا مينا هي تفرق عندي ايه. حلو قوي جميل.
طيب اخر حاجه كتبتها كانت ايه بقى يا استاذ روز؟ اخر حاجه كتبتها دموع شعر. دموع شعر. دع عنك شعرك وارتحل، دع عنك شعرك وارتحل، ما عاد للأشعار سوق. كيف الهوى في عالم قد يرسم الغزلان نوق، يمضي على درب سدى ولكل أحلام يعوق، من ذاق جهلا وانتشى كيف إلى مجد يتوق، ما أبخس الشعر الذي يبقى لنا عبثا وبوق، أحلامنا يرثى لها سئمت دهاليز الشروق، ما ضرنا بتنوع فاللون تظهره الفروق، فالشعر لو نشدو به طابت من الوجع الحروق، فالشعر جف مداده، فالشعر جف مداده ما عاد يسرح في العروق، حين الحروف تألمت عشنا ترانيم العقوق، حين العقول تحجرت ماذا سيخرج من شقوق، دع عنك شعرك وارتحل، ما عاد للأشعار سوق. جميل. كتبت حاجات دينية؟ طبعا في كل المناسبات كتبت، واحنا كنت عامل مشاركه مع حضراتكم في برنامج حياتنا في مناسبه ليله الاسراء والمعراج. الاسراء كنت معاك. كنت مع حضرتك تقريبا. وايضا كتبت في رمضان واغاني ايضا لرمضان وموسم الحج، وليا اغاني انشاد ديني هنا برضو، منشدين زي الشيخ علي عزازي، زي الشيخ ياسين التهامي ايضا كده باللون ده انا بكتبه وبيغني ليا. وكان هنا الاسبوع اللي فات ايضا لي قصيده بمناسبه احتفالاتكم بليله الاسراء والمعراج. هتسمعنا ايه النهارده؟ حاجه دينيه. حاجه دينيه؟ في حاجه جاهزه؟ هو اكيد انا يعني ما فيش حاجه جاهزه معايا دينيه دلوقتي، ولكن بس ممكن نسمع حاجه تانية. اوكي مش مشكله. مصر يعني. مصر انتي، مصر انت يا ضي شمسي، قبل بكره كنت امسي يا حبيبتي ونبض همسي، انت شريان الوجود. مصر انت يا شروقي، جاري دمك بين عروقي، كون بيفرح لو تروقي، تطرح الدنيا ورود. مصر انت يا حناني، طير معشش في البناني، نبع متجدد اماني، عشقي ليكي ما لي حدود. مصر انت يا ابتهاجي، مهما ابعد بكره هاجي، انت دربي وانتهاجي وضحكة القلب الودود. مصر انت احتوائي، خط سيرك استوائي، واللي يمشي التوائي يلقى حضنك فيه سدود. مصر انت يا مليحة، كلمة بنقولها صريحة، لو تكوني في يوم جريحة كلنا نلبي الردود. مصر انت يا بنت نيلي، فوق حمولك له تشيلي، اسندك لو يوم تميلي وكلنا نصبح جنود. مصر انت كنيسة جامع، إن ندهتي قلبي سامع، وإن حزنتي قلبي دامع، دم أحمر على الخدود. جميل. أكتر يعني دايما الواحد بيقول لك مثلا في حاجة محببة ليه، يعني مثلا برامج، يعني لو سألوني برامج هتلاقي في برنامج كده ساب بصمة جوايا حبيته شوية. طبعا كل البرامج بحبها، بس في حاجة بتبقى يعني بحبها شوية. فأكتر قصيدة كتبتها كانت يعني دايما بتفتكرها ومأثرة فيك قوي؟ في يعني كل قصيدة لها موقف. ما تقوليش كلهم أولادي. هو أكيد يعني أي شعر بيعتبر، أي شعر بيعتبر بس حاجة محببة بقى، وهو الموقف. يعني أنا لما أتكلم عن الأبوة يبقى قصيدة ابني اللي أنا ذكرتها لحضراتكم هي دي بالنسبة لي. لا حاجة يعني أنت بتحبها، يعني حاجة أنت بتحبها يعني. هو يعني أنا بصراحة حتى مش بتاعتك هي، بس عموما أنت حاجة بتحب تكررها أو حاجة ما أثرت فيك قوي. هي في قصيدة عندي أثرت فيها جدا اسمها ارسميني، اديتها دقيقتين يعني. طب نقولها لو كان ده يساعدني جدا. اتفضل. الموضوع اللي بتكتبه ممكن يكون حد تاني متأثر بيه، ولا لازم انت يعني ممكن تشوف مثلا حالة معينة قدامك حد عايشها فانت تكتب عنها، ولا لازم انت اللي تعيشها؟ لا، الشاعر ما يقدرش يعيش كل التجارب الإنسانية،
ما يقدرش يعني. انا لا مش كلها، بس حد قريب مثلا مني. انا اسمع اشوف موقف اجرى يبقى في انسان تاثر. لما بكتب مثلا عن ذوي الاحتياجات الخاصه يبقى انا تاثرت بيه. لما اكتب مثلا عن زوج على خلاف مثلا مع زوج، زوجه مع خلاف مع زوج مثلا، لما اكتب مثلا عن انسان متغرب غربه ليه اغنيه عن الغربه، قد اكون ما عشت التجربه الذاتيه بس الشاعر يتاثر مما يقرا او ما يشاهد يعني. ارسميني يلا. ارسميني جوا قلبك زي ضحكة تكون ورود، زي نظرة في كون شرود، تمسح الصمت اللي عشعش جوا أطياف القيود. ارسميني لمسة بتداوي الجراح، ارسميني فوق جبينك شمس بتشق البراح، اندهيلي أبقى فارس صوته بيفك السراح، اكتبيني شعر حر طارح محبة فوق حيطانك، احفريني نيل يمر يسقي وردك بين غيطانك، ارسميني حلم بينادي الشجر غصن بيضلل عليكي، انقشيني بألف لون فوق حجر يبقى كحل رموش عينيكي، جيدي من خدك شموعي امسحي بإيدك دموعي، لملمي بحضنك ضلوعي، عند موجك مش هتلقي غير جلوعي، اندهيلي لو بعيدك ابقى غنوة تكون نشيدك، ارسميني طير يغردلك بريء، ارسميني طير يغردلك بريء، عش يرفرف فوق قصورك، فارس شجاع مخلص جريء مات لاجل تعيش حصونك، ارسميني طير يغردلك بريء، عش يرفرف فوق قصورك، فارس شجاع مخلص جريء مات لأجل تعيش عصورك، ارسميني زي ما قلبك يريد، ده انت قلبك لسه طاهر، دم فاير في الوريد، مهما يبهت يبقى ظاهر، ارسميني بدر بيلفلف في كونك، نسمة بتغني في سكونك، عش مبني من غصونك، عين بتحرس لك حصونك، روح شهيد ضحت تصونك، ارسميني نهر نيل شق الجفاف، حضن دافي للي خاف، اغزليني طب لبردك او لحاف، شوفي قلبي اللي روحه ليك حبت، لما رجله فوق ترابك مرة دبت، رغم موته جه ونبت، حتى لو كان اعمى شاف برضه حبك مهما تبقى اللقمة حاف، نفسه مرة يمشي فيكي يلقى كل شيء شاف، ارسميني عاشق مسافر مكوي من شوق الحنين، سهم حبك فينا حافر، ده الهجر بيزيد الأنين، ارسميني فرنان وريشة كتاب وخط، الحروف بتبوس ايديه، احلى عيشة وبر آمن اعلى شط، مركبك ترسى عليه، ارسميني جوا قلبك ضحكة بتداوي الجراح. جميل قوي، حلو خالص. حاجة زي كده تاخد منك وقت قد ايه بقى؟ ولا على حسب؟ على حسب هو حسب قوة الحالة اللي تأثرت بيها الذاتية ووجداني. في قصيدة تخرج دفقة واحدة ودي بتبقى يعني قوية وجميلة وظريفة، يعني بتبقى سلسة، وفي قصيدة بعوز أرقعها مرة ومرة وتستمر يعني ممكن شهر ممكن شهرين حسب يعني ما أنا عايز يعني أخليها قوية وجيدة يعني. طيب عايز تختم النهاردة معنا بإيه؟ أختم صباح الخير. صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على شمسك على نيلك، تاريخ أهرام يغنيلك، صباح بسام بضحك الورد متعطر، سماك بفرحة بتمطر ونبض القلب يدعيلك، صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على أسودك على جنودك على حدودك عيون حراس، صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس، صباح الخير على النسمة مع الفلاح في أحلى شروق، صباح الخير مع النسمة مع البسمة على الملاح وموج البحر بكرة يروق، صباح الخير على برعم بيتعلم حروف اسمه ويتهجى حروف اسمك على الكراس، صباح الخير على المدنة، صباح الخير على الأجراس. مساء الخير. مساء الفل. نورتنا النهارده يا استاذ رودي، شاعر كبير رودي علي الطهطاوي، منورنا في برنامجنا النهارده، وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني. شكرا لحضرتك. احنا نشكر حضرتك وكل فريق عمل البرنامج وكل الساده المشاهدين. طيب هنستقبل معاكم فضيله الشيخ